لو انت عامل دايت ما تتفرجش على الفيديو ده عشان الكنافه بتاعتنا ملهاش اي علاقه بالدايت، واحنا مش مسؤولين عن الناس اللي بتصحى بالليل وخصوصا لو فتحوا التلاجة ولقوا صينيه الكنافه دي. هيخلصوها على طول. يلا نوريكم الطريقه بسرعه. كنافه نص كيلو كنافه. نقطع الكنافه، اعملوها باي طريقه بقى، قطعوها. بس هي حلوه لما بتبقى مجمده بتعرف تتفتفت حتى بايديكوا هتتفتفت. اهم حاجه تبقوا جايبينها من حد نضيف يعني عشان بتفرق جدا. هي عامه الكنافه البايته احسن كتير من الكنافه الطازه. خدوا بالكم، ركزوا. الطازه دي يعمل بيها الفورمه، يعني من الاخر الطازه تشكلوها، دي لو هتقطعوها احنا بنجيبها بقى نحطها في الفريزر. كل ما الكنافه بقت فتافيت صغيره كده بقت احلى، زادت جمال وحلاوه. يا حلو انت عسل، عسل قمر برضه، حتى لو بصيتيلي بقرف قمر. في ناس بتتضايق لما هو بيعكس. صح والله بيضايق. انا مش عارفه بيتضايقوا مين ليه. بيتضايق لما عكس؟ كومنتات دي في كومنتات. حد قال كده؟ في حد بيقول ايه؟ لا ما ينفعش ما ينفعش. انا مش يا عارفه. عسل انت ذهب قمر. الحياء. ذهب الحياء. يا عسل انت قمر يا اللي ما شفتش في جمالك. المهم ان انت برضو قمر ولابسه زي ازرق، مزرقين على عاملين وانتي. ماتشنج. لا مزرقين. هنحط شويه في صينيه كده ونحط عليهم شويه سمنه على زبده وندخلهم الفرن دي للجرناج بتاع الكنافه. يتحمصوا يعني، هندخلهم الفرن يتحمصوا. حددي تدخلهم الفرن نعمل فيهم ايه؟ ماشي، يتحمصوا للجرناج بتاع الكنافه، هم فاهمين. بعد ما قطعنا الكنافه وفرولناها بهذا الشكل الرائع، معلقتين سكر بودر، ادي تقليبه شديده. عايش يا مؤمن، فرولتها تمام. انا كنت جوه والله. انت كنت بتفرولي بقى. انا واقفه بقالي ساعه. ماشي، بس بصي انا قطعت لحد ما صباعي حصل فيه ايه. انا دي لسه ساعه ازاي مكانها؟ ده عايش. تسلم ايدك يا روما. بس كده. انا حدفت لها بوسه ما حدفتليش بوسه. لا انا بحب بوستي كده. خلاص كده فرولناها بقى، نكبس في الصواني بتاعتنا. خدتوا بالكم من الصواني؟ احنا بنعملش صينيه، احنا بنعمل صواني. ناخد في هذا البايركس الرائع. مش عاوزين طبقه تخينه قوي، لا طبقه رقيقه كده، يعني طبقه يبقى تخنها مثلا سنتي ونص كده بالكتير قوي يعني. او اكتر شويه عشان نحس يعني طعم 2 الكنافه. سنتي. مش هنلاقي عليك يا مؤمن. هنشبرقكم، واهم حاجه تدوسوا عليها لحد اما صوابعكم توجعكم. طبعا احنا لغايه دلوقتي ما حطيناش اي ماده دهنيه. خلصت قبلك. ما بتاعتك صغيره. هو شوف ايدك وايدي، بص. ايه العلاقه؟ لسه هنكبس تاني بس بقى بالسباتولا عشان بنحط هي اساسا لما بتاخد زبده بتهبط وتلزق اكتر. ايوه. بعد ما كبسنا كده جامد جامد جامد، هننزل بالسمنه. احنا بنحب بص بالزبده. وعلى ذكر الزبده بقى لينا موقف كده مع شركه ما شاء الله يعني. شركه مش مسامحينكم. المشكله الاكبر ان كل الشيفات بيقولوا احنا جربناها تحفه، دي معرفش ايه. وهي اقسم بالله لو عملنا الحاجه بالزيت هيبقى طعمها احلى. لا بس حرام عليكم بجد، فلوس الناس. والمشكله ان كله بيحلف والطعم الفلاحي والطعم وهي زي القرف. نقول لكم ايه ولا انتوا عارفينها؟ مفيش داعي نبوظ. اسمها الغربيه بيور. الغربيه برضو. انا قلت الغربيه، انا ماليش دعوه، انا قلت ايوه اعكسوها بقى. لا حلوه يا مؤمن والله عجبتني. بجد والله عظيم اقسم بالله. احنا واحنا بنشتريها بسبب السعر قلنا دي اكيد مستحيل تكون زبده، بس من كتر حلفانات الشيفات والناس عليها قلنا دي حاجه خرافه بقى خلاص، يعني دي جامده. والحلفانات اللي اتحلفت من الناس انا مستغرب والله. يعني بصراحه كل واحد بيشيل ذنب نفسه بقى. تخيلوا بقى دول هيشيلوا ذنب نفسهم وذنب الناس عشان نرشحوا لهم حاجه طلعت يعني استغفر. فخلي بالكم مش اي حاجه تروحوا تشتروها عشان الناس قالت حلوه. الصراحه يعني جربوا حاجه بسيطه قبل ما تشتروا اي حاجه. وما تصدقوش والله كل اللي حواليكم كتير من اللي حواليكم. الا احنا صدقونا. ندعي يا مؤمن ان احنا ربنا ما يقلبش قلوبنا. لا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ربنا على العهد ابدا ونفضل محل ثقه ليكوا يا حبايب قلبنا. في ناس بقى مش قادره تشتري الكيلو، بتقعد تجمع تحط الجنيه على جنيه عشان تجمع تشتري كيلو. انا ليه اضحك عليه؟ ما انا ممكن ادفع فرق بسيط جدا واجيب نوع تاني احسن. نوع احسن بصراحه ما تجربوهاش اصلا. الله يسامحهم، الله لا يسامحهم عشان بيضحكوا على الناس. المهم حطينا السمنه كده جامد وكتير، يعني توصل بظهر سباتيولا او ظهر اي حاجه كبيره مفروضه عندكم. نبدا ايه؟ نكبس كده، يعني ما تشدوش كده، احنا بندوس ونرفع ونرجع وندوس وهكذا عشان ايه؟ معنى صح اضغطوها بالظبط. مفيش اسهل من كده، مسهلين عليكم كل حاجه. ما تتابعوناش ليه؟ تابعونا.
هم متابعيننا وبيحبونا. الصراحه دخلهم على الفرن بقى يتحمروا فوق وتحت. درجه حراره تقريبا حوالي 180 على الرف الوسط. ايوه، وفوق وتحت، مش قصدي الشوايه، يعني قصدي ان هو الكنافه تتحمص فوق من وتحت. فوق وتحت. عندنا ايه بقى؟ مانجا مخزنينها السنه اللي فاتت. ناخدها بقى ايه، نقطعها مكعبات. احنا بنتعامل معاها بهدوء برضه عشان ما تتهريش، بنطبطب عليها. بالظبط. كام قطعه مانجا كده ونحطها ايه الكبه. ايه اللي ما عندوش مانجا ومش مخزن مانجا ومش موسم المانجا، في كومبوت خوخ، وبجد والله العظيم بيبقى طعمه تحفه. مش عايزه اقول انه احلى من مانجا. وكمان الاناناس ده في ناس برضو بتحط كيوي وفراوله، بس انا مش حاساها لا صراحه. هو أنا مش مانجا حاساها. اناناس خوخ، 3 دول التوب. بصي بقى الفخامه بقى، احنا نعمل ميكس من الاثنين. لا احنا هناخد الميه بتاع الكومبوت. فاحنا هناخد ايه بقى، ميه الكومبوت ده وندلق شويه في الكبه. خدنا حوالي نص كوبايه من ميه الخوخ. اي نوع لبن متوفر. هنحط حوالي نص كيلو. هندي بقى شويه دول ضربه كده. هنحط تقريبا حوالي كوبايه. هنحط حوالي معلقتين سكر. ده سكر بودر عادي، ممكن تحط سكر عادي يعني، مش كده لازم. كده كله هيتضرب في الكبه. هننزل بالكريم شانتيه، وطبعا انتوا تعملوا الكميه اللي انتوا عايزينها. يعني احنا عشان عاملين كميه كبيره فاحنا جايبين ربع كيلو كريم شانتيه. احنا هنضيف حاجه، انتوا عندكم قشطه ضيفوا معلقه قشطه، لكن احنا ما عندناش قشطه، ما لقيناش قشطه. ومن قاعد يدور مفيش. كريمه خفق هتمشي. مفيش قشطه، استكفوا بالكريم شانتيه وخلاص. مفيش حاجه هتوقفنا. بسم الله. ندي خفقه اخرى. ممكن على فكره تعملوه بالمضرب عادي. هننزل بيها في بوله. هنقطع الخوخ ليه بقى؟ ده الميزه بتاعت الخوخ، ان احنا نقدر نقطعه ونشكله. وغير ميزه تانية، هو بصراحه هو اطعم من المانجا. هو اطعم من المانجا، يعني انتوا لو عايزين تعملوه هو فعلا احلى من المانجا. قطعوه بقى ايه، شرايح رفيعه كده. سلايس. ايه سلايس. اوعى يا حسن. يا بص دي بالقلم، شايفين المعامله. بيتقطع شرايح رفيعه جدا، تعرفوا بقى تشكلوا براحتكم. ورجعنا لكم تاني. كانت الكاميرا فصلت، بس احنا ما عملناش خطوات كتير. بعد ما الكنافه احمرت وخرجناها من الفرن، سقيناها بالشربات. والشربات اهم حاجه ان هو يبقى تقيل شويه. وبعدها حطينا على طول الكريمه. ده اللي احنا عملناه يعني، والكاميرا فصلت. معانا الكنافه دي اللي هي حمصناها بس الكنافه اللي حمصناها في الاول خالص. احنا مش هنحط عليها عسل او نسقيها شيره ولا اي حاجه. البديل بتاعها هنحط معلقتين سكر بودره، وده هيحافظ على قرمشه الكنافه. هنبدا ناخد شرايح الخوخ ونزين بيها بالشكل بقى اللي انتوا عاوزينه والطريقه اللي انتوا عاوزينها. للاسف مش عارف ادوق. الدنيا صيام بقى. كده احنا متعودين على طعمها من زمان، عشان احنا من زمان قوي بنعملها. ماما بتعملها لنا صراحه، واحنا بنحب نشكل فيها مره خوخ مره مانجا مره اناناس. يعني احنا ما بنقولش لاي حاجه لا. ملناش كتالوج. بس بجد المره دي من احلى تقريبا المرات اللي عملناها. ميكس المانجا مع الخوخ تحفه، ريحته تحفه، اكيد طعمه اجمد وهتعجبكم ان شاء الله. وسهله على فكره والله، يعني اي حد يقدر يعملها. مش معقده زي الدنيا بسيطه ناس كتير خالص. بتشوف. ايوه كده الكنافه لحد ما مش معقده قوي خالص. اعملوها بالطريقه اللي تريحكم، بالشكل اللي يريحكم. رمضان كريم ودمتم سالمين.